الاخوان، السلام عليكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي يكون عباره عن بزاف ديال المعلومات. غادي نتكلموا على الدور ديال لابيس، شنو الدور ديالو في السياره، طريقه العمل ديالو، وكذلك كيفاش نحافظوا عليه. والسؤال المهم، واش ماشي مشكل ناخذ السياره ما فيهاش نظام ابي؟ اذا تكونسونطرا ليا مع راسك وتفرج هذا الفيديو وما تنساش بارطاج. بزاف ديال الناس تقريبا عندهم هاد البوله في السياره ديالو. هاد البوله ما داروش دوك الناس اللي اخترعوا هاد السياره بحيث ما عندهاش دور. النظام اللي هو ابي اس كاين بزاف عند الناس. الدور ديالو في سيارتك هو تقليل مسافه الكبح باش ممكن تفادى اي حادثه على الطريق. لكن الشكل ديالو لما مناش كتكون وطريقه العمل ديالو غادي نوريها لكم بالضبط في هذا الفيديو. بالنسبه للشكل ديالو والمكان ديالو فهو كالاتي: جهاز مثبت جانب محرك، لكن الداخل ديالو كيكون فيه بزاف ديال الاجهزه المعقده، يكونوا فيه بعض المواسير لتوصيل الزيت، كذلك اجهزه الكترونيه لتوصيل المعلومات. لكن كيفاش طريقه العمل ديالو؟ خاصكم تعرفوا الاخوان، ملي كتستعدوا العمليه ديال الفريناج كاين واحد الميساج كيوصل من الجهاز اللي كتوريتكم قبيله لهاد الكابتورات بربعه اللي كيكونوا لاصقين في 4 عجلات، وهما اللي كيقلوا مسافه الكبح. بهذه الطريقه هي اللي ممكن تحميك الا كنتي غادي بسرعه. لكن السؤال المهم، كيفاش كتتم هذه الطريقه؟ خصكم تعرفوا الاخوان ان نظام الابي اس هو نظام الاسم ديالو الحقيقي مانع الانزلاق، يعني ما خاص السياره تزلق في الطريق. هذا النظام تبتو بهاد الكابتورات اللي كيكون في كل عجله، وهاد الكابتورات الدور ديالهم هو عدم كبح الفرامل. لكن كيفاش عدم كبح الفرامل؟ خاصكم تعرفوا ان العجله ما خاصهاش تبقى شاده الفران لمده طويله. الدور ديال الابي اس هو افلاته عند الكبح. تبعوا معنا هذا الفيديو باش تفهموا. وكذلك في هذا الفيديو غادي تشوفوا ان نظام الابي اس ما خدامش في هذه السياره، فكتشوفوا العجله مفرانيه لكن السياره مازال مكمله الطريق. اما في هذا الفيديو ان نظام الابي اس خدام، وكما كتشوفوا كتقلل مسافه الوقوف، وهذا الشيء اللي كنقلبوا عليه بالضبط، لان تقليل مسافه الوقوف هو اللي غادي يحميك من اي عمليه اصطدام لا قدر الله. بهذه الطريقه ما يمكنش تقدموا لنا اي سياره لما كانش فيها هذا النظام ديال الابي اس. السياره فكرتي تشريها ضروري خاص يكون نظام الابي اس خدام، ولا غتبقى دائما تواجه خطر الاصطدام. بالنسبه للحفاظ على المنظومه ديال الابي اس ضروري تغيير الزيت ديالو، وكذلك نيطوياج ديال الكابسولات اللي كيكونوا في 4 عجلات. الطريقه ما كتحتاجش بزاف ديال الخدمه، فقط كل عجله كتلقى فيها هذا الكابسول وكتنيطويه بهذه الطريقه. بالنسبه للفيديو ديال اليوم سهله، كنتمنى نكون كضيف خفيف عليكم. احبكم في الله.